باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أحبائي، في سلسلة شخصيات كتابية غير معروفة حابب أتكلم معاكم عن شخصية أو شخصيتين، يعني مش شخصية واحدة. أقول لكم الاسم ومش عارف بقى مين هيقدر يعرفهم. يعني الرجل اسمه زمري والسيدة اسمها كزبي. فهنتكلم عن زمري وكزبي. معرفش بقى مين يعرفهم قوي، هما شخصيتين احسن لكم ما تعرفهمش، يعني مش شخصيات حلوه، لكن احنا اتفقنا ان واحنا بندرس الشخصيات الغير معروفه احنا بندرس الشخصيات الكويسه اللي نقدر ناخدها مثل وقدوه في حياتنا، وكمان بناخد الشخصيات اللي مش كويسه عشان نتعلم منها حاجه. فشخصيه زمري وكزبي دول شخصيتين مش كويسين، لكن هندرسهم عشان ناخد منهم دروس ونتعلم لنفسنا ان احنا ما نبقاش بهذا الشكل. يبتدي الكلام في سفر العدد الإصحاح 25 ويتكلم عن إن إزاي بنات مؤاب أو بنات مديان، مؤاب ومديان كان في خليط بينهم، يعني إزاي إن هم أغووا رجال شعب إسرائيل إنهم يتزوجوا منهم ويزنوا معاهم، وبعد كده خلوهم كمان ياخدوهم للأعياد بتاعة الآلهة الوثنية بتاعتهم، وبعد كده خلوهم يبقوا اكتف يعني في الأعياد ديت ويعبدوا كمان الآلهة ديت. يعني فبصوا الكتاب يقول كده إن ابتدأ الشعب في سفر العدد 25 يقول: وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب فدعونا الشعب إلى ذبائح آلهتهن فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن وتعلق إسرائيل ببعل فغور. بعل دوت اللي هو كان إله عند الوثن. يعني فغور ده مش الاسم، مش هو اسمه بعل فغور، لا، بعل ده الاسم، لكن فغور ده المكان. فهم كانوا بالظبط بيعبدوا هذا البعل اللي في المنطقة دي، المنطقة اللي هي اسمها فغور. فعشان كده قال الكتاب هم تعلق إسرائيل ببعل فغور، لأن في أماكن تانية هيقول بعل باسم تاني، اسم المنطقة التانية، يعني عشان بس تبقى واضحة لينا. يعني بسبب كده ربنا غضب على الشعب، بسبب كده ربنا غضب على الشعب. فزي ما يقول الكتاب كده ان ربنا قال لموسى: خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فطبعا الشعب زنى، والشعب تزوج بمؤابيات أو مديانيات، والشعب عبد وسجد لآلهة وثنية. كل الحاجات دي تغضب الله غضب طبعا يعني ملوش حدود. يعني فغضب الله دوت موسى قال: خذ رؤوس الشعب، الرؤساء يعني فيهم، وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل. فقال موسى لقضاة إسرائيل: اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل فغور. فابتدى موسى يعمل كده، إن هو ينفذ وصية الله إن كل من غوي ومشي في طريق الأوثان إنه يعلق زي ما قال ربنا في عين الشمس، يعني في وضح النهار قدام كل الناس، يعني عشان يهدأ غضب الله عن شعبه. يعني لكن اللي حصل إن مش كل الرؤوس أو مش كل رؤساء الشعب يعني علقوهم. عشان كده نلاقي الكتاب بعد ما قال الجزء دوت في الآية 5 نلاقيه في الآية 6 يقول: وإذا رجل من بني إسرائيل، إذا رجل من بني إسرائيل، وهنعرف بعد كده الرجل دوت رئيس من رؤساء. يعني وإذا رجل من بني إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عيني موسى وأعين كل جماعة بني إسرائيل وهم بكون لدى خيمة الاجتماع. في مصيبة حصل، في مصيبة حصل. ربنا غاضب على الشعب وقال له إن يعلق الرؤوس كده علشان يهدى حمو غضب ربنا، وإن حصل وباء في وسط الشعب وألوف منهم ماتوا. وفي وسط الكارثة دي كلها يجي واحد من بني إسرائيل ومعاه واحدة مديانية، اللي هو ربنا غضب بسبب كده. ربنا غضب بسبب ان هم تزوجوا منهم، وربنا غضب ان هم اشتركوا في عبادتهم وسجدوا لآلهتهم. يجي بقى اللي هو زمري دوت، يقول الكتاب هنا طبعا حطه بصيغة النكرة: وإذا رجل من إسرائيل، لأن
ما يستحقش انه يذكر اسمه لانه ملوش اي اكرام يعني. هو رئيس في الشعب لكن ما عملش عمل يكرم الله. حصل منه كل هذه الامور اللي خلت حمو غضب ربنا يشتعل على كل جماعه بني اسرائيل. فزمري دوت بكل وقاحه، بكل تجبر، بكل يعني مش همه حاجه خالص، واخد الست المديانيه دي اللي هي اسمها كزبي وماشي كده بيها داخل على خيمته قدام موسى. قدام موسى اللي هو قائد الشعب واللي الكل كان يخافه ويهابه، هو لا بيخاف ولا بيهاب حد. ماشي بيها قدام عينين موسى، ماشي بيها قدام عينين الكل. وزي ما يقول الكتاب كده ان هو قدمها كمان لاخواته، مبسوط وفرحان بيها وبيقدمها لاخواته. ايه اللي بتعمله ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بتعمل حاجه تغضب ربنا. وانت سمعت ان موسى مرسل القضاء عشان كل انسان رئيس في الشعب بيعمل كده بياخدوه يعلقوه عشان يهدى حمو غضب ربنا. وانت لا خايف ربنا ولا خايف من عقوبه ولا اي حاجه، وجاي وداخل بيها كده وبتقدمها لاخواتك وكأن ما فيش اي حاجه. ويقول الكتاب ان يعني هو خدها ودخل خيمته، لان يقول الكتاب فلما راى ذلك فنحاس الكاهن بقى ابن اليعازار ابن هارون الكاهن، لما شاف بقى التوقح اللي بزياده دوت، وانه عرفها بقى على اخواته وماشي بيها قدام الكل وخدها الخيمه بتاعته. وبعض المفسرين يقولوا ان لما دخل عليهم فنحاس كانوا هم في حاله جماع مع بعض يعني. فنحاس غار غيره ربنا، يعني ايه اللي بتعمله ده؟ فيقول الكتاب كده ان قام فنحاس من وسط الجماعه واخذ رمحا بيده. هو خدها ودخل الخيمه، وعشان كده يقول الكتاب ان فنحاس دخل وراءه الى الخيمه بتاعته يعني الى القبه. واضح ان الخيمه كان فيها مكان مخصص، زي ما يقولوا كده المكان بتاع العروسه يعني بتاع. فالى القبه مقصود بها المكان دوت اللي هو هيتضجعوا مع بعض فيه يعني. فدخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل. بصوا الكتاب بقى يقول كده بطريقة تحزن، يقول كان الذين ماتوا بالوباء 24,000. 24,000 ماتوا بسبب توقح وخطية بعض من رؤساء شعب إسرائيل، وبالأكثر زمري هذا الرئيس اللي بكل وقاحة وبكل إجرام راح يجيب واحدة مديانية يمشي بيها قدام موسى ويمشي بيها قدام الكل ويعرفها على أهله ويخش بيها الخيمة ويضجع معاها وكأن ما فيش أي حاجة خالص يعني، بسبب إنسان شرير زي كده مات من الشعب في الوباء 24,000. ده خلوا بالكم في كوفيد 19 لما كان موجود قعد فترة وكنا بنسمع عن أقارب وأحباء وأصحاب بيموتوا، بس يعني كل مثلا ممكن نلاقي في اليوم واحد مثلا. يعني أنا مثلا كان عندي على الفيسبوك عدد كبير جدا يعني كذا ألف، فكان ممكن كل يوم ألاقي واحد، يا إما حد من قرايبي يا إما حد من أصدقاء أعرفه. فكانت حاجة محزنة جدا نلاقي واحد في اليوم. انتوا تخيلوا بقى 24,000 مش في فترة طويلة زي كوفيد 19 ما كان موجود، ده في فترة صغيرة جدا حصل كده ان كان الوباء، وكان آلاف من قرايب وجيران واصحاب واصدقاء بيموتوا. وزمري ده ولا همه اي حاجة خالص يعني، بل بيكمل في الخطية ورايح يجيب واحدة وياخدها مع الخيمة وبكل هذه الوقائح. عشان كده الكتاب يكلمنا عن فنحاس بقى، ان ربنا يقول عنه فنحاس ابن اليعازار ابن هارون الكاهن قد رد سخطي عن بني اسرائيل بكونه غار غيرتي. بكونه غار غيرتي. وفي المعنى المقصود من اللغة العبرية ان الغيرة اللي كانت في قلب فنحاس كانت بالضبط زي الغيرة اللي في قلب ربنا لما شاف كل هذا الفساد وكل النجاسة دي اللي بتحصل في شعبه، شعب الله المفروض ان هو شعب مقدس. كان فنحاس في نفس الغيرة اللي موجودة في قلب ربنا. عشان كده يقول الكتاب ان الله
بالغيرة اللي موجودة في قلب فنحاس رد سخطه عن شعب إسرائيل كله. طوبى لهذا الإنسان طبعا، وهذا الكاهن فنحاس ابن أليعازار ابن هارون الكاهن. عشان كده بقى في الآية 12 يقول الكتاب: لذلك كل هأنذا أعطيه ميثاق السلام، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدي. أنا بس عايز أشرح ديت في النص عشان يمكن ما تكونش مفهومة. ميثاق كهنوت أبدي مش معناها إن الكهنوت هيبقى لفنحاس ونسله بس. خلوا بالكم إن الكهنوت كهنوت هارون، وهارون كان عنده أليعازار وكان عنده أبي أثار، فكان في 2 لولاده. من أبي عازار كان فنحاس، لكن من أبي أثار كان في أولاد تانية وكان في كهنة تانيين، فما نقدرش نقول الكهنوت انحصر بس في فنحاس، لا، الكهنوت كان موجود لكل. لكن العبارة بتاعت لذلك ميثاق كهنوت أبدي يقصد بيها أن رئاسة الكهنوت هتكون من أليعازار لفنحاس للنسل اللي جاي من فنحاس. فصحيح أخو أليعازار هيكون كاهن وأولاده كهنة، لكن من أليعازار لفنحاس هيكون رئاسة الكهنوت، ومن فنحاس بقى بالوعد اللي ربنا قاله هيكون رئاسة الكهنوت. والكلام ده نلاقيه في سفر أخبار الأيام، سلسلة الأنساب، يعني موجودة في أخبار الأيام الأول الإصحاح السادس، من أول الإصحاح للآية 15 هنلاقي إن يتكلم عن هارون وأولاده. بعد كده لما يقول في أولاده أليعازار يروح ماسك أليعازار يمسك فنحاس، ومن فنحاس يمسك الباقيين. طب ليه ما ذكرش أبياثار ونسله؟ عشان عايز يتكلم عن رئاسة الكهنوت، فقال هارون، قال أليعازار، قال فنحاس، ويكمل بعد كده من سلسلة فنحاس رؤساء كهنة بني هارون، يعني اللي كانوا في الكهنوت الهارون يعني بهذا الشكل. بسبب تصرف فنحاس رد الله سخطه عن الشعب كله، بس للأسف وحاجة تحزن إن مات من الشعب 24,000. يكمل بعد كده الكتاب ويقول إن كان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية. وبصوا برضو الكتاب قاصد أن يحطه بصيغة النكرة، كان اسم الرجل الإسرائيلي المقتول، يعني اسمه بس حطه كده عشان مش يذكر للخير لكن يذكر لفعله الشرير يعني. فبس يبتدي العبارة دي اسم الرجل الإسرائيلي المقتول يعني بصيغة النكرة يعني، وطبعا هي بصيغة النكرة لأنها مش من شعب إسرائيل. المقتول الذي قتل مع المديانية اسم الرجل زمري ابن سالو رئيس بيت أب من الشمعونيين. رئيس. عشان كده بقول لكم ان كانت عقوبته ان هو يعلق مع الرؤساء اللي اخطأوا، لكن للاسف هو يعني ما اعرفش ازاي ما يعرفوش يمسكوه انه يقبضوا عليه ويعلق يعني، لكن كمل كمان في وقاحته بدل ما يخاف واستخبى، لا كمل في وقاحته وراح جاب المديانية وفعل هذا الفعل القبيح يعني. لكن يذكر الكتاب اسمه عشان نذكره، وهو إنسان نتعلم منه إن الوقاحة في عين الله، وإنه يزني مع ويتزوج من امرأة ليست من المؤمنات اللي هم من بنات إسرائيل، ويروح يعبد آلهة تانية، إنه إزاي أثار غضب الله، وكان غضب الله على الشعب كله بسبب خطية هذا الإنسان. فيقول الكتاب ان هو زمري ابن سالو رئيس بيت اب من الشمعانيين، واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت سور هو رئيس قبائل بيت اب في مديان. هنا يقول عنه ان هو رئيس قبائل بيت اب في مديان، لكن لما يذكر رؤساء المؤابيين او المديانيين يعني اللي قتلهم موسى بعد كده، ونلاقي دوت في الإصحاح 31 برضه من سفر العدد أن يذكر اسم السور كواحد من الملوك، فهو رئيس قبائل أو ملك يعني أبوها يعني. لكن لكم أن تتخيلوا الكارثة بقى، إن رئيس وسط شعب إسرائيل رايح ياخد بنت رئيس قبائل أو بنت ملك زوجة. تفتكروا الفساد كان هيوصل لغاية فين؟ يعني عارفين العبارة أو المثل العام اللي بيقول إذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص، فلما يجي الرئيس
في شعب إسرائيل يروح يتجوز بنت رئيس قبائل أو بنت ملك هناك، شعب إسرائيل هيعمل إيه؟ يعني لو الله لم يثر غضبه دلوقتي وعمل الوباء ده عشان ينهي الكارثة دي والنجاسة دي من وسط الشعب، كان ممكن يحصل إيه؟ يعني هنا في الوباء ده مات 24,000، لكن لو كانت خطية زمري دوت ابن سالو لو كانت تمادت والوقاحة بتاعته زادت، كان هيبقى كل شعب إسرائيل رايح في الطريق دوت، لأن ده رئيس وقدوة وعمل كده بكل وقاحة وكل جرأة، فكان هيخلي كل الشعب يعمل باستباحة، ولا حد هيهمه أي حاجة، ولا حد هيخاف ربنا، بل ده كان ممكن كان يتجرأ على موسى ويتوقع عليه ويبقى خلاص، يعني كل الناس تمشي وراء زمري دوت، ما تمشيش وراء موسى. عشان كده بقول لكم كانت كارثة إن هو رئيس في بيت الشمعونيين، رئيس بيت أب من الشمعونيين. عايز بس أقول لكم ملحوظة كده وانتوا خدوا بالكم منها. الإصحاح دوت الإصحاح 25 بقى كده، في الإصحاح التالي هيبتدي يحصل تعداد للشعب، وده التعداد اللي مات فيه كل اللي خرجوا من أرض مصر. ربنا قال إن مش هيدخلوا أرض الموعد. طبعا منهم اللي ماتوا قبل كده في خلال الرحلة في البرية 40 سنة، لكن ده كان الوباء اللي قضى على آخر من بقي من اللي خرجوا من أرض مصر، وإنهم خافوا لما الجواسيس راحوا. يعني الملحوظة اللي عايز أقول لكم إن في التعداد الأول كان سبط شمعون 59 و300 ألف. في التعداد الثاني بعد الكارثة اللي عملها زمري من سبط شمعون، التعداد الثاني كان سبط شمعون 22 و200 ألف. شفتوا قد إيه اللي راحوا؟ واضح إن في الوباء دوت راح أكبر عدد من سبط شمعون بسبب هذا الإنسان اللي جلب كارثة كبيرة على نفسه وعلى السبط بتاعه وعلى كل شعب الله من شعب إسرائيل. لأن هذا الإنسان كان إنسان قبيح جدا، فنلاقي إن حتى في سفر المزامير في المزمور 106 يذكر هذا الفعل القبيح، يعني اللي حصل هذا الوباء يعني بسبب هذا الإنسان. يقول الكتاب كده في المزمور 106: وتعلقوا ببعل فغور وأكلوا ذبائح الموتى، شاركوهم في الأعياد والذبائح بتاعتهم يعني، وأغاظوا بأعمالهم فاقتحمهم بالوباء، فوقف فنحاس ودان هذا الفعل يعني، فامتنع الوباء فحسب له ذلك برا إلى دور فدور إلى الأبد. المزمور يذكر كحادثة مخزية في تاريخ شعب الله يعني. ويقول الكتاب اسم زمري مرة واحدة لكن لم يذكر مرة تانية، يعني ذكر في سفر العدد اللي احنا درسنا شخصيته فيه، لكن ذكر مرة تانية في مكابيين الأول الإصحاح الثاني آية 26، لكن ذكر على سبيل المثال، مش ذكر لحاجة كويسة زي ما بقول لكم، ما هوش شخصية كويسة ولا قدوة يعني. لكن يقول الكتاب لذلك أحرق بالغيرة للناموس، مكابيين يعني كما فعل فنحاس بزمري ابن سالو. هو عمل كده قدوة بفنحاس اللي هو قتل زمري ابن سالو وكزبي بنت سور، اللي هو الاثنين اللي كانوا بسبب شرهم كان الوباء على كل شعب إسرائيل. شخصية غير معروفة وتستحق أنها تكون غير معروفة، ما هي شخصية نقتدي بيها، لكن شخصية نتعلم منها درس إن الاستهانة بالخطية والتوقح أمام الله بفعل الخطية علنا قدام كل الناس، نتيجتها هتكون هذه الدينونة اللي الله أدان بيها هذا الإنسان، هو والمرأة الغير مؤمنة اللي ارتبط بيها واللي كان السبب نقمة ليه ولسبته ولكل الشعب. في شخصيات أخرى غير معروفة في السلسلة هنكمل مع بعض. أشكركم.